فتنة. الشر الذي تتعرض له فتنة، فتنة بمعنى اختبار. ضيق الرزق اختبار، فشل الولد اختبار، انحراف الولد عن الحق اختبار، إعراض الزوجة اختبار، فشل مشروعك التجاري اختبار، عدم حصولك على الرتبة أو الدرجة أو الترقية اختبار، المال الواسع بين يديك اختبار، كرسيك في أي جهة رسمية اختبار، زوجتك الصالحة اختبار، ولدك الصالح اختبار، منصبك اختبار، صحتك اختبار، علمك اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة هنا بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء. أنت مبتلى، ودنياك دار ابتلاء، وليست دار قرار، وليست دار خلد ونعيم دائم لا يزول ولا يحول، لا. ومن أرق الأدلة في هذا الموضع ما رواه البخاري ومسلم، وإن كان الحديث طويلا وكان يحتاج الحديث نفسه إلى لقاء ذاته إلى لقاء كامل، لكنني سأسرد الحديث سردا. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا، فأتى الملك الرجل الأول أي الأبرص، فقال الملك: أي شيء أحب إليك؟ فقال الأبرص: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، يعني يذهب هذا البلاء الذي يشمئز الناس منه من مرض البرص. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: فمسحه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، شفاه الله جل وعلا. فقال له الملك: أي المال أحب إليك؟ فقال هذا الرجل: أحب الإبل، الجمال. فأعطاه الملك ناقة عشراء، وقال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم ترك الملك هذا الرجل وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. قال الملك: وأي المال أحب إليك؟ قال: أحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم ترك الملك هذا الرجل وانصرف. وأتى الرجل الثالث وهو الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدة، وقال: بارك الله لك فيها. يقول الصادق المصدوق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم أرسل الله إليهم الملك مرة أخرى على هيئتهم التي كانوا عليها من قبل. فأتى الملك الرجل الذي كان أبرص فقيرا، وذهب إليه الملك في صورة إنسان أبرص فقير. فقال له الملك: رجل مسكين وابن سبيل، يعني مسافر، انقطعت بي الحبال أي الأسباب في سفري، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا أجد بلاغا إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، أسألك بعيرا
أتبلغ به في سفري، ناقة أو جملا أتبلغ به في سفري، اسمع. فقال له: الحقوق كثيرة. هذه كلمة كثير من الأغنياء في هذا الزمان. الحقوق كتير، وأنا لاها من مين ولا من مين؟ شوية يقولوا فلسطين، وشوية يقولوا الصومال، وشوية يقولوا أفغانستان، وشوية يقولوا فقراء المسلمين في السودان، وشوية هل هي منين ولا منين؟ الحقوق كثيرة. فقال له الملك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يا قليل الأصل، وما أكثر هؤلاء الذين ينسون فضل الله عليهم. مولود وفي بق معلقة ذهب. يا راجل اتق الله، ده انت لو قعدت من 35 سنة ما كنتش هتعرف تحلم بعشر اللي انت فيه دلوقتي، وتقول مولود في بق معلقة ذهب. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهذه دعوة ملك، عاد إلى ما كان إليه وعلى ما كان عليه من برص وفقر وضنك. وهذه نتيجة حتمية لكل معرض عن الله، ولكل معاند متكبر على الاعتراف بفضل الله عليه. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني والذي كان أقرع فقيرا، فقال: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. عندك وادي بقر. فقال: الحقوق كثيرة. قال: والله لكأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس وكنت فقيرا فأعطاك الله؟ قال: كلا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الملك الرجل الثالث الذي كان أعمى فقيرا، فقال: رجل فقير، رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال له هذا الرجل: نعم، كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل، فهذه أموالي، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فلقد ابتلاكم الله فرضي عنك وسخط على صاحبيك، فأنت مبتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.